مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم عندنا طريقة تحضير شربة الرمان الطبيعي. نريد نعلمكم شلون طريقة تحضيره. خلينا نشوف الشيف محمود العنبقي. محمود ممكن تفتح لنا الباب؟ جاي الانتظار حتى يبحث. شيف محمود يحضر لنا الرمان، يفرم لنا اياه حتى اول ما نطبه من جوا يبتدي طريقة تحضيره. محمود العنبقي ما يفتح على الباب. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، اقدم لكم الشيف محمود العنبقي. اليوم محمود العنبقي حيحضر لنا شربة رمان طبيعي وأعلمكم طريقة تحضيرها ان شاء الله. تعالوا. بداية محمود، طريقة تحضير الرمان لازم كيف يكون الرمان؟ أنا جبت اليوم من السوق حسب الأنواع. لو يعني أي لون؟ طبعا لا، الرمان كل ما يصير أحمر وحامر شربته يصير أبيض. زين شنو ليش شربت رمان؟ ما أدري، ما أعرف. هذا يسموه حلو. يعني هو يعني ما أدري، أنا شفت طعمه حلو. إيه حلو. خلاص. هاي القصة بالنص بالأول. مشاهدينا مثل ما تشوفون محمود قصة رمانة إلى 4 أقسام صحيحة، أو يجزعها أجزاء صغيرة ويفرطها، يقوم بتفريطها سنتين. أستاذ محمود أقدر أساعدك ولا لا؟ لا هاجنا وهاجنا نطول رباي وخذنا ما اريد ادزت منا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. بعد ما كملنا تفريط الرمان نريد نسأل محمود بعد هذه الطريقة يا طريقة أستاذ حيدر، نسوي بالخلاط. نعم. نضيف له بعض المواد. الشكر. مواد شنو المواد؟ شكر بعض الشكر ايش قد مقداره؟ مقدار نمو 600 غرام. 600 غرام. نعم. والماء كم لتر؟ ما بعدين اذا كان حسب الرمان. ثلج. شويه من الثلج، قليل من الثلج. ما تخلي الوفور؟ لا. نعم. بس ممكن تشوفنا؟ نعم. ما شاء الله الرمان حلو. بعد التفريط كل شيء طبعا. ناخذ فاصل بعد ما يحضر لنا محمود تجهيزات حتى يحضر لنا شربات نرجع. مشاهدينا الكرام، بعد ما حضرنا مكونات الشربة الطبيعي صورنا المكونات. مكونات الرمان المفرط، شكر والثلج والخلاط يعني الرئيسي والخلاط. جرب نعم. خلونا هسه نشوف محمود يقوم بتحضير الشربة. اشتغلنا. ممكن تحكي لنا لو تحضر هذا الرمان نضيف الرمان كله؟ لا، شوي نعم.
الرمان ايش طوع؟ هذا من طوف هيدا. هذا شبعان ماك. بس ايش راح اضيف منه؟ نسكو شمالي. راح تخلطه قبل. نضيف بعد. نعم. نضيف ثلج. الثلج حسب البرودة اللي تريدها. نعم. هاي ايش بقى؟ هي حسب البرودة. نعم. مثل ما تشوفون نشغل الخلاط وضيف الرمان وضيف بعض من الثلج حسب البرودة اللي تحبوها. شايلينه عموما في الخلاط المدة تشوفون الشربت حبات الرمان تكون بالترتيب قابلة يعني السر ناعم كلش مثل ما تشوفون قدامكم. حبات الرمان فتتها صار كلش ناعم حتى الشربت وقف من الوقف مشي له مو لا ما تبقى بيزفر. هسه محمود راح يحضرنا يمكن راح يصفي الشربت يصفي الحبوب مالته اللي ما نذكر ما تكون الخلاط. خلينا نشوف ايش راح يجيب لنا بالنسبه للمواد كل شيء راح يحضر لنا شوي. مثل ما تشوفون طريقه المصفي والدوركه راح يقوم بتصفيه الشربت. محمود ما يصير ندبق كل خدمة بلو شوي شوي على المسكر شوي شوي هاي هنا يتصفى عصير الرمان. يتصفى نصفي من الحبات اللي ما تقدر مطوية. نعم نعم نعم. طبعا انا هسه شفته عالشكل كلش حلو. نصف قام بدوره تصفية. طبعا طريقة تحضير شربة الرمان كلش ممتعة حلو ما صار والأدوات كلش سهلة. المكونات الشربة موجودة بأي بيت يقول إذا كانت مصفي. زين أستاذ محمود نقدر نعرف ما هي فوائد شربة الرمان؟ هل تأثر على مرض السكري أو الضغط؟ يقدر ابو السكر يشربه بدون شكر. حامض. نعم. كلش مفيد. وما تأثر على الضغط؟ لا. يعطيني او نرجع. بس ايش راح نسوي ممكن تفهمنا؟ بس نضيف له الشكل. نرجع مرة ثانية للخلاط. شايفين مثل ما تشوفون الشيف محمود رجع الشربت مرة ثانية للخلاط. راح يضيف له الكمية اللي يريدها من الشكر. شيله 3 4 5 6 شيلات حسب المقدار وحسب الحلال.
نقدر نذوقه؟ نعم. طبعا مشاهدينا شكل الشربت كلش شهي، ريحته كلش طيبة. هذا قلت ترى تشرب مو تشرب شربت. وهنا كملنا شربة الرمان. كملنا مشاهدينا الرمان. بعد ما شفنا شلون قام الشيف محمود تحضير شربة الرمان، أضاف للمكونات قليل من الثلج وصفاه بالنصفي، وضاف له أخير شيء ضاف له الشكر، وقمنا بتحضير شربة الرمان الطبيعي وطعمه كلش طيب. أنصحكم تجربوها ببيتكم، طريقة كلش سهلة وممتعة. نعم، أخير كلمة توجهها للمشاهدين، ايش تقول لهم؟ تنصحهم يسوون شربة؟ نعم، شربة الرمان أو نعم. أي شربة طبيعي تسوي بالبيت. نعم. أنا ملك من شربة الشعر. تشتري من الشارع. نعم. طبعا أنا ملك من شربة هذا اللي يجي العلب المضاف له مواد حافظة والوان. أنا هذا أنت مسوي عليه طبيعي أو مسوي عليه كوب، وش قد الدولكة؟ كفك 2000 3000 دينار كفيك ورا الغداء تشربها، ورا العشاء نعم. تشربها. نعم. وأطيب وأحسن وأنتج وكل شيء وأأمن. نعم، شكرا لك الشيف محمود. طبعا مشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم على ألف سلامة.